انتوا ما ملتوش، يعني ما ملتوش من كتر الاخفاق. يعني مفيش حد كده يقف يقول يا جماعه احنا ليه ما بنطلعش؟ اكيد في شيء غلط. طب ما نبص للاساس. الاساس هو الدوري والمنظومه اللي بتدير الدوري. طب هل الناس اللي في الاتحاد دي مؤهلين للاداره؟ طب هل عندهم مشروع؟ طب هل انا قعدت قلت لهم تعالوا انتوا عندكم مشروع في استراتيجيه شغالين عليها؟ طب انتوا ماشيين بالكره المصريه على فين؟ طب ايه مشاريع التطوير اللي هتشتغلوا فيها؟ طب ايه مشاريع تطوير المراحل السنيه في المنتخبات؟ طب ايه سيستم الاكاديميات اللي ماشي في الانديه وانتوا دوركم فيه ايه؟ طب ايه العلاقات اللي انتوا عملتوها بره حوالين العالم ومع الاتحادات القاريه والمحليه والدوليه؟ مين يعرفكم بره خارج حدود القطر المصري؟ ولا حد. ما عندناش الا هنا بوريده هو الذي يشرف مصر في المحافل ويظهر وعضو في الفيفا والكاف. مين غيره؟ لا مفيش. ليه؟ لان مفيش عمل محترف بيحصل في الكره المصريه. مفيش مشروع. احنا عايزين مشروع وطني يعلي من قيمه سمعه الكره المصريه ويسخر كل شيء لصالح الكره المصريه ولصالح المنتخب، مش يسخر كل شيء لصالح نادي. مفيش دوري في العالم بيمشي على نادي بس. كفايه لان خلاص الناس تعبت. وانا بحمد ربنا ان كل شيء بدأ يظهر. الناس جايه من بره من الوطن العربي قالت نساعد ونحط ايدينا في ايد الناس ونستثمر في الكره المصريه. ندموا من واقع البيانات والتصريحات. الناس ندمت. الناس بتتعامل كاعداء. الناس بتتعامل كناس منبوذين ومكروهين. اعلام سلبي، قرارات سلبيه، كلب ميكالين موجود، عدم عداله من هنا لبكره. طب ايه الموضوع؟ ده الموضوع. بيراميدز لم ينسحب فقط من اجل الحكم وان اللعبه بتاعت الحكام وراحوا جابوا لي لائحه ولزقوها لي في لائحه مسابقه تانية بالمخالفه لكل اعراف العالم حوالينا. بس احنا بنتكلم عن كارثه حاصله، وهي نادي استثماري يطلع يقول مفيش مناخ للاستثمار الرياضي. هل هيئنا المناخ للاستثمار الرياضي؟ هل تحولنا لشركات كرة قدم؟ بح صوتي بقول يا جماعة يجب أن يكون لدينا شركات كرة قدم مستقلة تخضع لقوانين السوق، شركات ذات مسؤولية محدودة مستقبلا تتطور تطرح في البورصة تجيب دخل. أنا أجي راجل ملياردير عايز أشتري شركة الزمالك، اتفضل اشتري شركة الزمالك وحط لي زي ما الدوري الإنجليزي اتطور إزاي. ما هو كده الدوري الإيطالي مشي وراه دلوقتي، أنديته بتتباع وتشترى. الدوري الألماني في الطريق، أندية بتباع وتشترى في الطريق. الدوري الأسباني نفس الموضوع. أعمل لكم إيه تاني؟ بيراميدز بيضخ فلوس لتخريب الكرة المصرية. طب باريس سان جيرمان اللي ضخ فوق ال 2 مليار دولار في الكام سنة الأخيرة وما عرفش ياخد دوري أبطال، طلعوا هاجموه في فرنسا وهاجموا الاستثمار القطري. كنا لو نجحنا مع بيراميدز هتجذب استثمار سعودي واستثمار قطري واستثمار بحريني، ويجي عبد الرحمن بن مساعد الامير العزيز الزملكاوي المحترم يعني يعمل لك نادي وليكن يسميه يونايتد او يسميه الهلال يونايتد زي ما عنده نادي في الدوري الاماراتي الدرجه الثانيه اسمه الهلال يونايتد. يجي الصندوق الاستثمار القطري زي ما شاري باريس سان جيرمان يسترع. وليه لا؟ افتح يبقى عندي دوري قوي ولعيبه ويجي الاقي لعيبه عالميه بتيجي. الدوري السعودي بيجيب كريستيانو رونالدو قاعد يفوق ميسي دلوقتي، وانتوا لسه بتتخانقوا على امام عاشور وبتتخانق على عبد الله السعيد وبتجري على البنك عايز تستبق الحكم بتاع الاستئناف عشان تكيد في اللاعب لانه سبك قبل 4 سنين ولا 3 سنين ومشي. عايز تقطع رقبته ومحدش بيقول لحد عيب. فده الواقع وده المشهد وده الشيء اللي مسبب ألم وحزن شديد، لأن من يضر هو مصر، سمعة الكرة المصرية. طيب